بسبوسة القشطة من أطيب أنواع الحلويات اللي ممكن تجربوها، خصوصا بالشهر الفضيل ما رح تستغنوا عنها. اعملوا سيف للوصفة لأنه كتير رح تعجبكم وسهلة وسريعة ومكوناتها موجودة بكل بيت. تعالوا نبلش فورا بالخلطة على السريع. 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ممكن نستخدم هون المضرب الكهربائي أو ممكن نستخدم الخفاقة اليدوية. بعد ما حطيت البيض بضيف نص كاسة سكر، ما بيحتاج أكتر من هيك لأنه رح نشربه بالقطر بالنهاية. ظرف فانيليا أو ممكن نستخدم فانيليا سائلة، بنخلطهم كتير منيح لحتى يتجانسوا تماما ويدوب السكر نهائيا مع البيض. بس حصلنا على هاللون بنضيف كاسة لبن، طبعا كل المقادير بنفس الكاسة، ونص كاسة زيت نباتي. ف3 بيضات، شوية فانيليا، كاسة لبن، ونص كاسة زيت، وكاسة ونص سميد ناعم أو خشن. طبعا ما عم بقصد الناعم على الآخر، في حبة متوسطة، أما الناعم على الأخير رح تفرط معنا. وبنضيف كمان 8 غرام بيكنج باودر، هيك بيكون معنا الخليط جاهز. بنجيب جات بايركس أو الصينية، بنضيف له شوية زيت أو طحينة ممكن حسب، المهم ندهنها بشي شغلة مشان ما تلزق، ومنضيف نصف الخليط فقط. بعدين بنمده مزبوط، بندخلها على فرن محمى مسبقا درجة حرارة 180 فقط من تحت لحتى تتماسك معنا هي الطبقة. بس تماسكت بنضيف القشطة طابختها من قبل، رح نزل لكم الطريقة مكتوبة تحت، أو ممكن تستخدموا أي نوع قشطة أنتم متعودين عليه. بعد ما مديتها بشكل مرتب بحط باقي الخليط بالشكل هذا بالمعلقة شوي شوي لنغطي كل الوش. بنرجع بندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 ونشربها بالقطر وتطلع جاهزة. ما تنسوا اللايك والسيف والشير. سلام.